الاول عايزه. انا كنت قلت لك لو عايزه، ولو الاهلي عايزه هيجيبه، الاهلي مش عايزه. لا مفيش حاجه اسمها يجيبه، بس عايزه يجيبه دي ده كلام يعني كبير شويه. اللعيب السنه اللي لكن فاتت احنا بنتكلم بشكل عام. حامد حمدان لعيب جيد، في اتفاق مع نادي الزمالك. اعتقد ان الولد جت اخر لحظه لسه امبارح ولا اول امبارح منزل. احنا ما عدناش عارفين بقى اللي بينزله ده بقى على صفحته ولا مش صفحته. ما هو بينزل لك ان هو قال، وينزل لك بعد كده ان الصفحه دي لا تمت ليا بالصله. السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها طلع هو واخوه قالوا عايزين الاهلي، السنه اللي فاتت طلعوا قالوا عايزين الزمالك. ده فيديو موجود وده فيديو موجود. هو يروح الحته ربنا يوفقه، لعيب كويس بس يركز عشان يروح حته يلعب فيها. لا هو عايز الزمالك. انا عايز اقول لكم حاجه بالنسبه لحامد حمدان. حامد حمدان لو راح نادي الزمالك هيبقى من اذكى اللعيبه اللي انا شفتهم الفتره اللي فاتت. يلعب ليه؟ لانه هو هيبقى رايح نجم. هيبقى حامد حمدان رايح نجم محبوب من الجماهير من قبل ما يلعب على مين في الاهلي؟ يعني هو رايح نجم، لكن في الاهلي يلعب على مين؟ لعيب عادي، يا تلعب يا ما تلعبش. ربنا يكرمك، كل ده حسب التدابير. ما انت عندك احمد رضا. احمد رضا ده كان في بتروجيت وزميله. هو فين احمد رضا؟ مفيش. ليه؟ لان الاهلي عنده وكان مصاب بس الفتره اللي فاتت. نجوم دلوقتي كبيره جدا جدا جدا. فلو حامد حمدان راح نادي الزمالك هيبقى من اذكى اللعيبه اللي انا شفتهم الفتره اللي فاتت، لانه هيكون رايح بدرجه نجم. اتفضل يا عمرو. حامد حمدان انا باكد لك انه اقرب لنادي الزمالك، وهو رغبته نادي الزمالك وهيلعب في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كمان عنده رغبه اكيد ان يجيبه في الفتره الجايه. هي مساله الفلوس خلال يعني وقت قليل جدا جدا. مساله الفلوس دي هتتحسم. الغرامات اللي على نادي الزمالك هيدفعها اولا، ثم هينهي موضوع صفقه حامد حمدان. واعتقد صفقه حامد حمدان هي الصفقه رقم 1 في يناير مع نادي الزمالك. ده لا يمنع ان انا بؤيد كلام ايهاب الخطيب ان النادي الاهلي لو عايزه هيجيبه. لا انا ضد الكلام ده، مع كامل احترام. ده كلام متعصب جدا يعني خالص. مفيش حاجه اسمها ان الاهلي عايز ده يجيبه. مع فلوس بتتكلم. هو احنا بنكلمك حتى ولا احنا بنكلمك ما في حاجه اسمها رغبه لاعب برضه. لا اله الا الله. ما هو في نادي برضه. خلي بالك هما في 3 اطراف. لما توصل ان انت النادي متفق مع الزمالك موضوع منتهي خلاص. يعني بتروجيت اتفاقه مع الزمالك منتهي مع رغبه اللاعب الزمالك يخلص بقى بس كده بالظبط. هو الموضوع بسيط جدا على فكره انا عايز اقول لك حاجه. موضوع حامد حمدان ده في ايد نادي الزمالك يا باشا. اول صفقات انا بقول لك هو مش في ايد نادي تاني، في ايد نادي الزمالك. لو نادي الزمالك وفر الفلوس بتاعت حامد حمدان اول صفقات الزمالك في يناير حامد حمدان. انا بقول لك اول صفقات الزمالك هيكون هو حامد حمدان. موضوعه انا بقول لك شبه منتهي. حامد حمدان هيكون في الزمالك وهو الاقرب للزمالك. طب انا اسالك سؤال، هو مش بن شرقي ده كان في ايد نادي الزمالك يناير اللي فات؟ كان في ايده. دلوقتي مين بيجيب الجون؟ وزيزو مش كان في ايد